ظواهر مناخية غريبة تشهدها سماء المملكة العربية السعودية، فبين إعصار وسحابة غامضة شهد السعوديون أجواء تقلب الطقس خلال الساعات الماضية. ففي ظاهرة نادرة ضرب مدينة الطائف إعصار قمعي ضخم ما أثار قلق السعوديين. فماذا حدث في الطائف؟ تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لمشاهد غير مألوفة في الطائف بمنطقة شمال المدينة. ووثق الفيديو الذي نشرته بعض الحسابات المختصة بالظواهر الطبيعية والأرصاد لحظة تشكل إعصارا قمعيا مرعبا بصحراء الطائف، مكونا حلقة كبيرة من الرمال بين السماء والأرض ليبتلع كل ما في طريقه من أحجار وصخور، ما أثار حالة من الخوف والقلق من وجوده على مستوى أكبر، لأنه لن يبقي حجرا فوق حجر. ولم يمر الإعصار المرعب مرور الكرام على الرغم من وجوده في الصحراء، حيث تسبب في خسائر مادية كبيرة بالإضافة إلى إصابة شخص واحد. وأكد معاذ الأحمدي المتخصص في كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة أن الإعصار تسبب بإصابة شخص وحوادث جسيمة، ولفت إلى أن سبب تشكيل هذه الظاهرة هو حالة عدم الاستقرار ما بين الهواء الدافئ الرطب والبارد الجاف بسبب شدة الاضطرابات الجوية، مؤكدا أنه يستبعد تكرار هذه الظاهرة في مناطق أخرى بسبب الفوارق الحرارية وكذلك الرطوبة الشديدة ما بين السطح والعلو. هذا ويعرف الإعصار القمعي بأنه عاصفة هوائية تتميز بغيمة ولها شكل مخروطي دوار وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار. وثق مقطع فيديو غريب تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا لسحابة تمطر بغزارة على مكان واحد في منطقة حائل شمال غربي السعودية. ظهر في مقطع الفيديو مشهد مهيب لسحابة ضخمة تمطر على مكان واحد بإحدى محافظات منطقة حائل وسط حالة من الطقس المتقلب وانخفاض في درجات الحرارة. وكانت مدينة حائل قد شهدت هطول أمطار غزيرة وبرق شديد أضاءت سماء المدينة خلال ساعات الليل تزامنا مع هطول الأمطار، فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن أمطار وسماء غائمة وحالة من الضباب الكثيف الذي يؤدي لصعوبة في الرؤية على هذه المناطق من المملكة. هذا وأكد خبراء الطقس بالمملكة العربية السعودية أنه يتوقع هطول أمطار رعدية تجري معها السيول ويتساقط البرد مصحوبا بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة. وشهدت المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الماضية ظواهر مناخية غريبة على الطقس السعودي، حيث شهدت سيولا كثيفة تسببت في جريان الأودية التي ظلت جافة لسنوات طويلة، تحولت الصحاري والوديان إلى مساحات واسعة خضراء، ومن أهمها وادي الرمة الذي يبلغ طوله نحو 600 كيلومترا، والذي شهد خلال الأعوام 14 الماضية جفافا شديدا وغطت شعابه الكثبان الرملية. ومن جانبه أكد الدفاع المدني السعودي خلال تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه يتابع حالة الطقس والأحوال المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مطالبا بضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن التي تمثل خطورة أثناء جريان السيول.